لن تصدق من هم متهمون في قضية قتل جمال الدين شاوي، والجميع تحت الصدمة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. أسفرت التحقيقات المنجزة في حادثة إنهاء حياة رئيس بلدية سبت بسكيكدا المحامي المرحوم جمال الدين شاوي عن توقيف 7 مشتبه فيهم، من بينهم أخوين من منطقة عزابة، أحدهما محافظ شرطة وفتاة، مع توقيف رئيس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية سبت عن العمل تحفظيا. المحققين في القضية وضعوا فرضية أن المسدس المستعمل في الحادثة من المحتمل أن يكون مسدس المتهم متشابه فيه. وعن دوافع الحادثة فقد رجح المحققون أن تكون عملية الاغتيال على علاقة بتسيير البلدية حينما كان الضحية رئيسا لها، والذي تقدم بطعون إلى وزارة الداخلية في قرار تجميد مهام المجلس في بلدية سبت. وأفادت ذات المصادر أنه تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة مجلس قضاء سكيكدا اليوم الأربعاء.